هلا وهلا حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ مشتاقة لكم. اجيتكم فيديو جديد. اتمنى من انكم تشاهدون الفيديو للنهاية وتشجعوني باشتراك وتعليق حلو واعجاب حتى يصير عندي حافز انه اصور وانشر لكم اليوم بيومي. حبايب قلبي، عندها غرفة النوم مات اطفالي. شوفوا، قررنا ننتقل بنات، انه صاحب البيت راد البيت مالته، فاحنا الحمد لله لقينا بيت يعني وقررنا ننتقل. فاجيت على غرفة النوم مالت الأطفال، قلت خلي أنا أفلنها أفضل ما نصابر على أحد يجي يفلها إنه وياها ذاك المبلغ. حبايب قلبي شوفوا، هنا فليته وصاير بيها هاي مكسرة كلها. هاي الغرفة التركية أبد ما أنصح بيها. شوفوا بنات، بصراحة احنا هاي ثاني مرة نفلها. أنا كنت فلتها وما شادتها من انتقلنا. مرة ثانية من انتقلنا على بيت شوي أكبر، فبي غرفة للأطفال وسويتها إلهم، قلت خلني أشدنها إلهم خطية أحسن ما ينامون عالقاع. شديتها إلهم بنات، بس لقيتها يعني كلها ماكولة، كلها خربانة الشربايات مالاتهم. هاي واحدة من عتل مات ابني، ما حتى ما فليتها، هيك وقعت من كيفها. شو بنات، هاي شي قسم من عتهن. هسه راح يجون أولادي يساعدوني، ابني وبناتي. شو هنا ابني بلش يفل بالشرباية مالته. بنات أنا ترى مو دائما إنه أنشر فيديوهات، ومو دائما أسجل صوتي. فلهذا السبب يعني لا تلاحظون على صوتي مرتبك، أو إنه ما أعرف أحكي، إنه أحس نفسي إنه مثل المخبلة قاعدة أحكي ويا نفسي. فلهذا السبب بنات يعني لا تعلقون على الحكي مالتي. أنا صار لي فترة كلش طويلة عايفة القناة وما أنشر أي شي، لأن ما عندي حافز وماكو تشجيع. لهذا السبب بنات إنه ما أصور دائما، والفيديوهات يعني أكثر الفيديوهات إنه أنا أنشرها بدون صوتي. هنا بنتي بلشت هم تفل بالشرباية مالتها، إنه خليت أولادي كل من يفل شربايته انطيتهم هذا الشيس حتى يلمون بيها البراغي لا يضيعن. هاي بنتي الوسطانية. هنا أنا راح أفرغ الكنتور وأفلن أنا. هنا نزلت جهالي جوا، قلت لهم نزلوا جوا، ظلت يمي بس بنتي راح تصورني. هنا أجيها صوري هنا عالقاع حتى لا تطلعيني. هنا بلشت إن أفرغ بالكنتور. شوفوا بناتي، هنا بعد ما فرغته فليت قسم من عده، إنه أنا كل ما أفلن قسم إنه أصوره الكم، لأن ماكو أحد يصورني. بنتي نزلت جوا تتغدى، صبيت لهم الغدا وأنا ظليت وحدي فوق الغرفة إني أفلن بالأخشاب مالتهم. شوفوا بنات، هاي كلها ماكولة. بصراحة كلش ندمانة لأن اشتريت لهم غرفة نوم تركية. هنا أخذت وقت استراحة، عصرت هاي الرمانة أشرب العصير مالتها. كلش أحبن هيجي أشرب العصير مالت الرمان أكثر ما أخلطنه بالخلاط. شوفوا بنات، شوفوا هذا من الشتا مصورة هذا الفيديو. بنات هاي البنكات دائما انه امسحها، بس يعني ما تطول اسبوع الا تصير هيك كلها تراب. كنا حاطين على الشارع، فتراب كلش هواية يجي على البيت، يعني يمتى ما امسح انه البيت كله تراب.
تخيلوا يعني أنا 24 ساعة لابسة جوارب بالبيت من ورا التراب اللي يصير بالبيت، وكأني لا ماسحة ولا كانسة التراب. الحمد لله هسه انتقلنا إنه هنا كافي إنه أمسح مرة واحدة والبيت يظل يلمع لمع، الحمد لله والشكر. وإذا حابين إنه أصور لكم أنزل لكم الفيديو من انتقلنا هنا وصفطت الأغراض، إنه إذا حابين إنه أشاركها وياكم كتبونا بالتعليقات. شو هنا عندها يظل برغي ما طلع ففليته بالهاي البلايس. وبناتي هنا بعد ما سطرت الأخشاب ونظلت بس هذني راح أنقلها على الصفحة الثانية اللي أشرت لكم عليها. شو بنات أنا رغم ما كنست الغرفة قبل لا أفلل الأخشاب، إنه أنا كنستها وكملت وردت أمسحها، قلت لا خليني أفلل الأخشاب بعدين إنه أمسح الغرفة. وهيك يعني فجأة صار بعقلي إنه أفلل الغرفة، وعلى أساس بعد يومين يلا أفللها قبل لا نشيل بيوم. شوف بناتي هنا بعد ما شلنا الأغراض كلها نقلناها على البيت الثاني.